أكدت مصادرنا عن شدة ارتفاع فرصة رحيل نجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل الإغراءات المالية المقدمة للحصول على خدماته. وقال الإعلامي المميز محمد الليثي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اف ام: محمد الشناوي قائد النادي الأهلي يملك عرضا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية. وأضاف أن العرض السعودي المقدم للحصول على خدمات محمد الشناوي تصل قيمته المالية إلى 6 ملايين دولار. ويتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي إلى انتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة في الفترة الماضية، وذلك بسبب تراجع بصماته مع الفريق. ويعاني محمد الشناوي من عدم ثبات حالته الفنية مع الفريق منذ فترة، وتحديداً بعد تعافيه من الإصابة. تقارير إعلامية تشير إلى أن النادي الأهلي يهدف للتعاقد مع جوناثان أوكيتا لاعب اف سي زيورخ السويسري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً لصحيفة بليك السويسرية، يظهر اهتمام النادي الأهلي بجوناثان أوكيتا وفقاً لتوصية المدير الفني للفريق مارسيل كولر. هناك العديد من الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة في مركز الجناح، ومن بين تلك الأسماء تم ذكرها هو جوناثان أوكيتا، وهو لاعب جناح أيسر يلعب أيضا لمنتخب الكونغو الديمقراطية. يلعب أوكيتا حاليا مع نادي زيورخ منذ يوليو 2022، ويمتلك عقدا ينتهي في 30 يونيو 2025. جوناثان أوكيتا ولد في عام 1996 ويبلغ من العمر 27 عاما، كما تبلغ قيمته السوقية حوالي 2 مليون يورو. بدأ أوكيتا مسيرته الاحترافية مع نادي ستاندارد لييغ البلجيكي في عام 2016. خلال فترة وجوده في ستاندارد لييغ من عام 2016 حتى 2017 تمت إعارته عدة مرات قبل أن ينتقل إلى نادي ام في ماستريخت الهولندي. في عام 2018 انتقل إلى نادي إن إيسي نيميخن الهولندي، وفي عام 2022 انضم جوناثان أوكيتا إلى نادي زيورخ السويسري، ولم يتغير وضعه حتى الآن، ومن المقرر أن ينتهي عقده في نهاية موسم 2024. بالنسبة لأرقام أوكيتا مع نادي زيورخ، لعب 78 مباراة، سجل خلالها 20 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة. في الموسم الماضي شارك في 38 مباراة وسجل 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.